أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في قناة أخبار كل يوم. هنقدم ليكم نتيجة مباراة المقصة وأسوان بالدوري المصري الممتاز. المقصة بيزيد أوجاع أسوان بهدف قاتل وبيتقدم للمركز الخامس بالدوري. انتزع فريق المقصة بقيادة إيهاب جلال فوزا ثمينا بعد الفوز على ضيفه أسوان بهدف نظيف خلال المباراة اللي جمعت الفريقين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري العام. سجل هدف المقصة هيثم الفيل لاعب أسوان في الدقيقة 93 من عمر اللقاء بالخطأ في مرماه، وكان أسوان قد لعب ب10 لاعبين بداية من الدقيقة 65 بعد طرد محمد جابر مدافع أبناء الجنوب. بهذا الفوز يرتفع رصيد المقصة إلى النقطة العاشرة في المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام، فيما يتجمد رصيد أسوان عند 6 نقط بعدما تلقى أبناء الجنوب 4 هزائم متتالية. شهدت انطلاقة الشوط الثاني محاولات هجومية من جانب أسوان، وفي الدقيقة 49 سدد محمود شبانة مدافع أبناء الجنوب كرة قوية كادت تضع جون إيفري في مواجهة مباشرة مع حارس مرمى المقصة، قبل أن يتدخل الأخير في الوقت المناسب ويخرج الكرة إلى رمي التماس. في الدقيقة 59 أهدر مروان حمدي مهاجم المقصة فرصة ثمينة للتسجيل بعد تمريرة سحرية من شمس بيكلي وضعت مروان في موقف الانفراد بمرمى عمر رضوان قبل أن يسدد الكرة بمحاذاة القائم الأيمن لحارس مرمى أسوان. وأشهر حكم اللقاء الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء لمحمد جابر لاعب أسوان بعد تدخله مع خالد أوتشو لاعب المقصة في الدقيقة 65. تألق بعدها عمر رضوان حارس مرمى أبناء الجنوب في التصدي لركلة حرة ببراعة ليحافظ على نظافة شباكه. في الدقيقة 72 أهدر المقصة فرصة أخرى للتقدم بعد تمريرة مميزة من فوافي لزميله شمس بيكلي اللي سدد الكرة بغرابة خارج الملعب. تألق عمر رضوان حارس مرمى أسوان مرة أخرى في الدقيقة 87 ليتصدى لتسديدة قوية من لاعبي المقصة ويواصل الحفاظ على نظافة شباكه. احتسب الحكم 5 دقايق وقت بدل ضايع ليتألق عمر رضوان مجددا في الدقيقة 92 ويتصدى لرأسية قوية من لاعب المقصة بعد متابعته لركلة حرة. في الدقيقة 93 أحرز هيثم الفيل لاعب أسوان هدفا ذاتيا بالخطأ في مرماه بعد تسديدة قوية من هشام محمد لاعب المقصة اصطدمت بكابتن أسوان قبل أن تسكن شباك أبناء الجنوب. وأطلق الحكم الصافرة في النهاية في الدقيقة 95 معلنا فوز المقصة على أبناء الجنوب بهدف مقابل لا شيء. كان المقصة بدأ المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى محمد كوكو، في الدفاع عصام صبحي وأسامة العزب وأحمد مودي ومحمد دسوقي، في خط الوسط خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وبيكلي، وفي خط الهجوم فوافي ومروان حمدي. وتواجد على دكة البدلاء كلا من محمود حمدي وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وعماد فتحي ورجب عمران وعلي محمد وأحمد متعب، محمد عادل أومو وأحمد صبيحة. فيما بدأ أسوان اللقاء بتشكيل مكون من عمر رضوان في حراسة المرمى ورباعي خط الظهر عمرو الحلواني ومحمود شبانة ومحمد جابر ميدو وعبد الله السنجهاوي، وفي خط الوسط محمد سوسته وأحمد خالد وجون إيفري وهيثم الفيل وأحمد صغيري، وفي خط الهجوم عمر الداحي. أعزائي المشاهدين، هنا ينتهي الفيديو. لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد.